سهام الموت في قوس الليالي، وظلك في الحياة إلى زوالي. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نفث في روعي: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من أحببت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. ما أعظمها من لحظة عندما تودع الدنيا وتأتيك من لواعج وسكرات وكروبات الموت ما الله به عليم. تخيل نفسك يا عبد الله وأنت تعالج سكرات الموت، تنظر إلى أحبابك، إلى أولادك، إلى زوجك، إلى أبيك وأمك، إلى أقرب الناس منك، لا يدفعون ولا يمنعون. لماذا؟ لأنهم مدينون بهذه اللحظة، لا بد أن تأتي إليهم كما جاءت إليك. لا إله إلا الله. ما أعظمها من لحظات، ما أشدها من كربات، يوم تطوى صحائفك وتعاين الآخرة وتدبر عن الدنيا وتقبل على ساعة الصفر. في هذه اللحظة تعلم حقيقة الحياة الدنيا، وأنها متاع الغرور، وأنها زائلة، وأنها ذاهبة. لكن متى؟ عندما تتمنى الرجوع ولا رجوع. نعم، مذاق الموت لا بد من إطعامه، ولا بد لنا منه أيها الإخوة والأخوات. فماذا أعددنا لساعة الصفر؟ ماذا أعددنا لهذه اللحظة الحاسمة؟ يضعونك في أكفان لا كمام لها ولا جيوب. أين أموالك؟ أين ثيابك؟ أين أساسك؟ أين متاعك؟ أين دنياك؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود على قبر دفن حديثا، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: لصلاة ركعتين مما تحقرون وتنفلون من صلاتكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم. تحمل على الأكتاف. من يحملك؟ أعداؤك هم؟ لا والله، أحبابك، قرابتك، أصحابك، جيرانك، أحب الناس إليك، أقرب الخلق منك، يحملونك على أكتافهم. لماذا؟ أين يذهبون بك؟ إلى قصرك المشيد؟ إلى بيتك الحسن؟ إلى فراشك الوثير؟ لا والله، بل يذهبون بك ليلحدوك في لحدك لوحدك، ويضعوك في التراب بمفردك، حيث لا أنيس ولا جليس ولا معين ولا خديم ولا صاحب. تصور يا عبد الله وأنت يا أمة الله تلك اللحظة العصيبة الرهيبة عندما توضع في اللحد لوحدك، ثم أحبابك قرابتك يضعون التراب بأيديهم على قفاك ثم يولون مدبرين. والله ما من أحد يستطيع أن يبات معك على ظهر القبر في تلك الليلة. كلهم يتخلون عنك، يعودون إلى دورهم وإلى بيوتهم وإلى أموالهم، ويفردوك في القبر لوحدك. وهنا تصور وأنت تسمع قرع نعالهم. الآن يذهبون، ولا يبقى معك في ذلك المكان إلا عملك الصالح. هذه الرحلة الطويلة وهذا السفر الذي لا بد منه لكل مخلوق في هذه الحياة الدنيا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد خلقت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. وأين حلاوة الدنيا بيوم يواريك الأحبة في الرمال؟ فهل من توبة ما دمت حيا تسرك إن دنا شد الرحال؟